السلام عليكم، جاسبر تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم تشوفوا معنا في هذا لا فيديو تاع هاد الحلوه لي بريستيج، يعني الكفته، وتقدري ديريها باقل تكاليف. تقدري ديريها يعني ماشي باللوز، بالكاوكاو. اي نعم، الكفته تجي بالكاوكاو كيما توما تقدر تجي كذلك بالكاوكاو. درت لكم فيديو مبسط. عندك مناسبه وحبيتي ديري حاجه بريستيج وما عندكش باش ديريها باللوز، تقدري ديريها يعني تعوضي غبره اللوز بغبره الكاوكاو. تبعي معايا المقادير راح تخرج لك رائعه. كيما شفتي معنا عندنا كيلة تاع كاوكاو، كنا رحيناها ديجا. نزيدو معاها يعني كيلة غير ربع تاع سكر غلاس. حنا نعرفو دائما كل 1 كيلوغرام من الكاوكاو تقابلها 750 غرام تاع سكر غلاس. اذا هنايا درنا كيلة غير ربع سكر غلاس بعد ما غربلناها هكذايا. وحنا كنا ديجا رحينا الكاوكاو تاعنا لكن ما رحيناش مليح مليح. هنا نعاودو نرحيوه في لاشواغ، نرحيوه بيان مع السكر غلاس باش يولي على شكل غبره، يعني باش نقدروا نتحكموا به في يدينا. هنا فرغناه في لاشواغ تاعنا ورحنا عاودنا رحيناه بيان، يعني رحيناه مليح كيما راكي تشوفي. هاي النتيجه النهائيه تاعو. صدقيني هاد الحلوه نعطيها لك بمقادير مضبوطه، تقدري تشكلي بها اي شكل حبيتي. ويحمر لك وجهك وفي المناسبات تاعك يعني. هنا زدنا لها شويه تاع الفانيليا، شويه لافاني. وهنا درت مغرف كبيره من العسل اللي كنت خدمته انا على شكل جليكوز. يعني عفوا ما لقيتش الجليكوز في الحانوت اللي قدامي. خدمت راسي واستعملت جليكوز منزلي، خدمته يعني بالعسل. درت مغرف ونص كبيره تاع جليكوز. وزدت واش درت معاه يعني هنا تشوفي السر اللي ما يمدوهش الوراشت. يعني اللي يمدوه في الوراشت عفوا، اللي هو تلميها بالماء سعيده، يعني بماء معدني. هنا السر في الكفته ولا في الفاكهه باش تجيك شابه، انك تلميها بماء معدني. هنايا نخلطوها، وكي تكوني ترشي فيها بالماء رشيها بالعقل، يعني ما لازمش تتجاوزي كمية الماء. دوك تشوفي الشكل تاعها النهائي. خدمي بشوية، ديري شوية ماء ولمي. وهنا درت لها هاد الكولورون بلون يعني بيضة، باش العجينة تاعنا تكون بيضة يعني ناصعة، كيما نديروها في عجينة اللوز. هذا أمر طبيعي نديرو في اللوز وكيما درناه في الكاوكاو. هنا تلميها، شوفي بالشكل تلميها فيه. انا عفوا هنا ما درت ساشي. انتي ديري ساشي باش ما توسخيش الخرط ديالك. ديري استعملي ساشي ولا البابي فيلم هذاك. هنايا العجينه تاعنا شفتيها كيفاش ولات. هنا نجو نخدمو كرام بور اللي راح نلمو بها الجينواز تاعنا اللي راح نديروه في الحشو. عندنا 2 مغارف مايزينا تقابلها 6 مغارف سكر غلاس. يعني في كريمة الزبدة كل مغرف زبدة تقابلها 3 مغارف سكر غلاس. هنا درت 2 مغارف زبدة، إذا درت 6 مغارف سكر غلاس. وانتي على حساب الكمية، أنا درت كمية قليلة. درت هذه الكمية. هنا تضيفي 6 مغارف تاعنا وتخلطيهم بالملعقة بلا ما تروحي تستعملي الباتور لأنه ما عندكش كمية كبيرة. هنا تخلطيها مليح مليح يعني حتى تولي شكلها كريمي. وانتي تخلطي بالمغرف، لميها بيدك في الاول ومن بعد خلطيها يولي شكلها كريمي. اضفت لها انا لاغوم تاع لي فريز لهنايا، اللي عفوا ما صورت لكمش. باش تعطي ذوق، ينحي شويه ذوق الزبده. ولميت بها الجينواز تاعنا اللي كنت خدمته. وصفه الجينواز راهي معروفه وراح تصيبيها في الفيديوهات تاعي الاخرين. هنا حطيت الجينواز وبديت نلم بشويه، ما تحطيش دفعه واحده. حطيته لميت بالكراموبير ديالي. يعني الحشو تاعنا ها هو كيفاش يجي خفيف. شوفي الطريقه اللي يجي بها. واللي تحب تزيد تضيف لهنا شوكولا يعني للطلي، كيما تحبي. يعني الحشو هنا اختياري. هنا حليت العجينه تاعي، عجينه الكاوكاو ماشي عجينه اللوز، ها هي. ودرت لها وحطيت الحشو لداخل وتبداي تلمي فيه هكذا بيديك. يعني غلقي مليح، قفلي هنايا في الامام. قفلي مليح يعني الغلطه تاعك تكون محكمه باش كي تدوريها ما يخرجلكش الحشو ديالك منا ومنا. بعد ما تكملي تقفليها مليح. كما قلت لكم هاد الحلوه يعني تقدري تستعمليها في كل مناسبات تاوعك، تحمر لك وجهك. الذوق تاعها رائع صدقيني. يعني اللي ما عندهاش باش دير اللوز تقدر دير هذه، ماشي شرط دير. يعني اكيد ذوق اللوز راح يكون مختلف كما نعرفوا بلا ما نكذبوا على رواحنا. ذوق اللوز راح يكون
مختلف. لكن انت تقدري تستعملي لاغوم تاع اللوز اللي هنا اللي كون ما قلتلكش عليها في الكاوكاو. اضيفي ملعقه كبيره تاع لاغوم تاع اللوز، نكهه اللوز، باش يعطيلك شويه ذوق اللوز فيها. اذا بعد ما قفلناها مليح كيما راكي تشوفي، نجو نلموها، نسقموها بيا بيدينا هكذايا. يعني عفوا طولت لكم الفيديو باش نشوفوا كل يعني التفاصيل. هنايا هاني نجو نحكموها بالمش. شوفي ما تذبحيهاش هكذايا. اولا ديري لها لا تخاس كيفاش راكي رايحه تقصيها، ثم قصي ديريكتومون، ما تذبحيش يعني كشغل كي تقصي ديريكت هكذا، يعني بهذه الطريقه. شوفي ايوه، ديري الطريق تاعك برك وقصي الحبه تاعك باش تجي بومبي، ومن بعد خدميها بالكوبات. يعني هنا ضروري تستعملي الكوبات باش ما تفسديش الشكل تاع الحبه ديالك. خدميها بالكوبات بهذه الطريقه كيما راكي تشوفي. سقميها مليح من الجوانب هكذا بالخفيف، وحطي العجينه تاعك بتجيه. احنا بعد ما نكملوا الحبات تاعنا نجي نشكل لكم كذلك حبات تاع تومه. يعني هنايا باش نشوفوا باللي تقدر تجينا التومه بعجينه الكاوكاو كذلك، ويجي شكلها شباب. يعني الديكور يلعب كذلك دور كبير يعني في النظر. احنا نعرفوا باللي احنا تاكل العين قبل ما يعني قبل ما ناكلوا احنا، العين تاعنا هي اللي تاكل. يعني الاعجاب راح يكون بالعين اولا. ها هو الشكل تاعها، وشوفوها من الداخل كيفاش دايره. هنا كملت هذه. عفوا، ورحت دركا حكمت العجينه تاعي الثانيه هذه باش نديرها. قبل ما نديرها خليتها بجيه، وهنا حبيت نشكل لكم حبه تومه باش تشوفوا الشكل تاعها. ها هي يعني التومه تاعنا بعد ما عمرتها بالحشو الداخل كذلك، جيت نقفلها مليح. فوالا نقفلوها مليح بيدينا، لانكم تعرفوا الشكل تاع الثومه لازمها تجي مشكله مليح وتجي شابه. لازم لا فينيسيون تكون مليحه. انا عفوا ما فينيتش معكم مليح مليح باش ما نطيلش عليكم في الفيديو. يعني ما حبيتش يعني الحلوه هذه استعملتها لداري واستعملتها باش نوريها لكم في الفيديو. يعني لا فينيسيون دائما تلعب دور. لازمك كي تخدميها فينيها مليح مليح بيديك هكذايا، راح تشوفي الشكل الاخير تاعها راح يكون رائع. يعني هكذايا نخدموها مليح نعاودوا نلوها. شوفوا عجينه الكاوكاو هي يعني الحاجه اللي فيها انها تطلق الزيت بزاف. هذا هو الفرق بينها وبين عجينه اللوز. الكاوكاو يطلق الزيت، هذه اللي تشوفي فيها يعني هنا نجو نشكلوا بالكوبات شكل تاع التومه كيما راكي تشوفي. دائما احكمي يعني الاقفال تاعها، وشكلي الحبه تاعك تاع الثومه ها كيما راكي تشوفي تتشكل عادي جدا. شوفيها كيفاش يعني كيما جات الحبه تاع الثومه تجي كلش يجي بها العجينه هذه. تقدري تخدمي بها اشكال مختلفه. يعني ها هو الشكل تاعنا النهائي تاع الثومه، جا شكلها شباب كيما راكم تشوفوا. وهنايا نجو العمليه تاع الناكري. هنا ناكري بلون نمسحوها كامل كيما نديرو في عجينه اللوز تماما من ناكري بلون. تمسحيها الكفته ديالك. انا حبيت اليوم ندير لكم واحد اللمسه فيها اللي هي كي تحبي ديري لها ديري لها برشام. يعني انا حبيت نضيف لها حاجه جديده. هنا كي تجي ديري رشام انا ما لقيتش هنا، رحت نحوس على رشام تاع الكاطو ديزاين، يعني يتباع رشام هو تاع الحلوه. انا ما لقيتش هنا، خدمت راسي كان عندي رشام تاع الحنه كيما راكي تشوفي. يعني المرأة الجزائرية لما تحب تبدع يعني تخدم راسها فعلا تبدع. اديت الرشام تاع الحنه هذا اللي كان عندي في الدار، نحيت منه الوردات هذو، وانتي ادي الشكل اللي تحبيه. يعني كما نعرفوا الرشام فيه بزاف اشكال. نحيت لها انا هاد الوردات واستعملتهم بعد ما مسحتها كامل بالناكري. جيت هنا ها هي شوفي كيفاش حطيت الوردات تاعنا هاهم. تلصقيها
تحطيها هي نورمالمون تلصق كيما راكي تشوفي بيدك، وبداي تخدميها بالناكري. ها هي كيفاش ديري لها بالناكري هذا الدوغي. يعني انا هنا في الحقيقه رحت شريته، ما حبيت نجيب واحد الماركه وكنت نستعملها من قبل، هذه شويه مايعه. يعني الماركه الاولى كانت عاقده وكنت نخدم بها روعه. هذه جاريه شويه يعني مايعه، ما تخدملكش بيا، لكن لا تخدم ماشي، لكن ماشي بيا كيما حبيت انايا. في الاخير دوك تشوفي هنا ما تبانلكش مليح، لكن في الاخير بعد ما تنشف يبانلك الديكور تاعها. وكما قلت لك الديكور اختياري، الرسمه تاعك انت تختاري واش ديري فيها. انا درت الورده، تحبي ديري ديكور، تحبي ديري ورق، تحبي ديري يعني اشكال مختلفه. هنا كملناها باش ما نطيلش عليكم، يعني هنا درت لكم حبه واحده، وفي الاخر راح تشوفوا الشكل النهائي. راح نشوفوا الشكل النهائي. ها هو الشكل النهائي تاعها. شوفوا بعد ما نشفت روعه، يعني جات بعد ما نشفت الورده تاعنا. ها هي شوفوا الشكل النهائي تاعها، جات هايله كملنا كامل حبات كيما هكذايا. وشوفوها يعني جات تبان كفته حقيقيه. وما تنساونيش كالعاده الجيم وكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تجي ياك تروح الضوء تجي آية. كاش الضوء كاين ماما يشعلة ماما في 60 تجي ياك تروح الضوء تجي آية. كاش الضوء